بسم الله الرحمن الرحيم. مكملين مع بعض إن شاء الله في كورس حساب أحمال الرياح على المباني والمنشآت المختلفة. معاكم المهندس محمد إسماعيل. وصلنا للمحاضرة الرابعة. هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن فاكتور مهم في حسابات الويند. تقدروا تشوفوا المحاضرة دي والمحاضرات الجاية على وسائل التواصل الاجتماعي. نعمل ريكاب بسيط كده عن أحمال الرياح. اتكلمنا قبل كده في المحاضرات اللي فاتت في حساب أحمال الرياح. قلنا عشان نحسب حمل الرياح على المنشآت أو على المباني بنحسب ضغط الرياح اللي هو البي اكسترنال. قلنا هو فيه هنحسب ده ضغط الرياح الأساسي اللي هي الكيو، وفي تو فاكتورز هيضربوا فيه ككورليشن وادجستمنت للعوامل المحيطة وشكل المبنى. طبعا المحاضرات اللي فاتت اتكلمنا عن 3 محاضرات اللي فاتت اتكلمنا على الجزء بتاع الكيو. ان شاء الله النهارده هنتكلم على الفاكتور بتاع الكي. الفاكتور بتاع الكي ده حاجه اسمها الاكسبوجر فاكتور. ده معامل التعرض بيتغير مع الارتفاع عن سطح الارض. ايه معنى الكلام ده؟ الكلام ده معناه ان انت مثلا لو انت عندك احمال الرياح جايه في الدايركشن ده، تمام؟ هل حمل الرياح كونستانت من الاول لغايه الاخر، ولا هل بيتغير مع الارتفاع؟ ده اللي احنا هنحاول نعرفه النهارده، وهنشوف تاثيره ايه على البريشر واحنا بنحسب احمال الرياح. زي ما احنا شايفين في الصوره اللي في الجنب ده كمقدمه بسيطه، أحمال الرياح بتبدأ من هنا مثلا يعتبر بصفر مثلا، وبعد كده بتفضل مكملة لفوق، بس مبتطلعش كونستانت، لا بتيجي بشكل بارابوليك بالمنظر ده. فمعناها إن هي في كل ما بتطلع لفوق أو كل ما المبنى ده عالي عن الأرض، كل ما بيعلى عن الأرض ضغط الرياح لا بيزيد. ضغط الرياح ده بيزيد. فازاي بقى هنحسبه؟ احنا عندنا الفي كونستانت، لازم يبقى فيه كورليشن بياخد معايا تأثير ارتفاع المبنى عن سطح الأرض. وده اللي هياخده ايه الفاكتور؟ ايه الفاكتور اللي هو كي. كي ده الاكسبوجر فاكتور. فكل الفانكشنز بتاعه الاكسبوجر فاكتور كي ده هو ان هو ياخد تأثير التغير ضغط الرياح مع الارتفاع عن سطح الأرض. وده يعتبر ايه؟ كل ما يكون المبنى عالي عن سطح الأرض ده معناه ان هو البريشر بتاع الويند ايه؟ بيزيد. هنا في الكود المصري بيتكلم، هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك تعريفه، تعريف الاكسبوجر فاكتور اللي هو كي. قال لك ده المعامل اللي بيحدد في ضغط الرياح مع الارتفاع. يعني انت هل بقى طب تاثيره ايه؟ تاثيره بالبوزيتيف ولا تاثيره بالنيجاتيف؟ يعني هل ان انا كل ما بزيد عن سطح الارض برتفع، يعني المبنى بيكون اعلى، هل بيقلل ولا هل بيزيد؟ قال لك هو المعامل ده بيزيد تدريجيا، يعني بيبقى جرادوال كده مع زيادة الارتفاع عن سطح الأرض. فأنا لو عندي مثلا عندي مبنيين، عندي مبنى ده صغير وعندي مبنى ده كبير، تمام؟ تمام. وعندي مثلا هو ده كده مثلا ده مبنى صغير وده مبنى كبير. أنا دلوقتي لو أنا جاي عندي ويند في الاتجاه ده، فبتلاقي الويند بالمنظر ده. فبالتالي مثلا ممكن تلاقي هنا انت مصمم على ويند مثلا سبيد معينه، تمام؟ انت هتيجي تلاقي المفروض ان هي هنا ده كي في الفي الاولانيه، والتانيه ده كي في الفي التانيه في الفي كونستانت، بس ده كي 2 وده كي 1. هتلاقي كي 2 ده اكبر من كي 1، وبالتالي ساعتها بيكون عندك الويند بريشر حصلت اللي هو في الاخر لما تيجي تحسب البي اكسترنال بيبقى بي 2 اكبر من بي ايه 1. ده ليه؟ لأن أنت سرعة الرياح مش بتبقى ثابتة، لكن احنا بنعتبرها في الكالكوليشن بتاعتنا ان هي كونستنت، وبناخد الفرق التغير ضغط البريشر ده عن سطح الارض، تمام؟ في الكورليشن فاكتور اللي هو ايه؟ كي. زي ما احنا شايفين مثلا في الكيرفات ديت، عندك 3 كيرفات. خلينا نتكلم عن كيرف واحد منهم وبعد كده نشرح ليه في 3 كيرفات. الكيرفت طبعا احنا لو احنا بنبص لها مثلا كده، انت دلوقتي مثلا اعتبر ان انت مثلا دلوقتي ده عندك سطح الارض، وبالتالي الويند الفيلوسيتي بتاعت الويند وهي جايه، الويف بتاعت الويند او البريشر ويند جاي، هو لما بيجي يحتك بسطح الارض هل هيحرك سطح الارض؟ لا، هو في الاخر يبقى النقطه دي عنده بتساوي زيرو لغايه ما يوصل لفين؟ لغايه ما يوصل لغايه الماكسيمم، الفي ماكسيمم هنا. طيب هل احنا هنصمم بقى على انهي في؟
هتصمم على في مثلا زي كده، بس هتاخد كورليشن فاكتور. كورليشن فاكتور ده هياخد لك تأثير الجزء بتاع الكيرف ده. او بمعنى تاني لو انت بصيت لها، والله انا عندي لو الفي كده تمام والنقطة ديت بصفر، عشان توصل ما بينهما لازم هتوصل بالمنظر ده. تمام، يبقى انا عندي بعتبر ان الفي بتاعتي كونستانت، تمام، وباخد كورليشن فاكتور اللي هو الكي، بياخد تأثير بقى، والله هو المبنى ده واصل لغاية هنا فانا هاخد بس تأثير الويند في كده، ولا انا عندي مثلا المبنى ده مثلا تاور او سكاي سكرابرز ده، وهاخد تأثير الويند عليه بالمنظر ده، ان الارتفاع مثلا كبير فبيكون تغير الكي نفسه بارابوليك بيزيد جرادولي مع الهايت. طيب عاوزين نسأل سؤال، ده السؤال الأولاني، ازاي هنحسب ايه؟ هناخد تأثير التغير ده مع الارتفاع. طب السؤال التاني، هو ليه في 3 كيرفات؟ يعني ليه في كيرف واحد، كيرف اتنين، كيرف تلاتة؟ طيب احنا في سؤال، هو انا دلوقتي لو انا عندي الويند بالمنظر ده في مدينة سيتي بمعنى ايه؟ انا دلوقتي عندي مثلا، انا دلوقتي مثلا لو انا مثلا دلوقتي في القاهرة هتلاقي فيه ابراج مثلا، في ادوار، في 30 دور، في الكلام ده كله. فمعناه ان انا في الجزء الاولاني ده تمام والويند جاي، في جزء كبير بيضيع مع ان في مباني تانية محيطة. ليه؟ انا دلوقتي لو انا مثلا عندي هنا في قلب القاهرة عندي عمارات كبيرة ومباني سكنية، تمام، وانا هعمل مبنى جديد هنا، هو انا الويندو هو جاي هيجي على طول يخبط في المبنى، ولا هيقابله مباني تانية المباني المحيطة؟ لا، هيقابله جزء من المباني المحيطة، وبالتالي الويند اللي هو كان جاي ده كده تمام في جزء كبير منه هيضيع ومش هيوصل للمبنى ده. طب هناخد تأثيره ازاي؟ خلاص يبقى احنا هناخد تأثيره فين؟ هناخد تأثيره في الكي. فالكي ده بياخد التأثيرين اتنين، تأثير هي السيتي او اللوكيشن بتاع المبنى ده، اللوكيشن بتاعه عامل ازاي، هل هو في مدينة مثلا مزدحمة ولا مثلا هو على البحر. يعني افرض مثلا انت مثلا ابراج العالمين، ابراج العالمين ديت ابراج وهي مطلة على البحر مفيش حاجة قصادها، فبالتالي الويند لما يجي لها مثلا تمام، يعني تخيل ان ده الشور لاين او ده السي، ده البحر، وبالتالي الابراج دي تمام هتحس بقيمة الويند بريشر كله ومفيش حاجة يقابلها. غير في القاهرة لما تعمل نفس البرج ده تمام في قلب القاهرة، لا، في جزء كبير من الويند هيقابله المباني المحيطة، وبالتالي احنا مهتمين بايه؟ مهتمين بالمبنى ان احنا نعمل له ديزاين. فبالتالي ساعتها الكي بياخد 2 فاكتور، يعني بيعمل الكورليشن مع الارتفاع الهايت تمام، والكورليشن مع الارض تمام. الكورليشن بتاعت الارض ديت هي في الاخر الارض ديت هي ارض مستويه او قريبه من البحر، ولا ارض فيها مباني متوسطه الارتفاع زي مثلا وليكن ارياف وقرى صغيره ومدن صغيره الليفلز فيها بتتكلم دورين 3 ادوار 4 ادوار، ولا مدينه مثلا نيويورك سيتي مثلا فيها ابراج كتيره. فده الكي بياخد التو كورليشنز دول وبياخدهم معاه في الاعتبار ويعمل لنا الكورليشن دي، ويطلع لنا فرق ان احنا كنا حاسبين على في متوسطه سرعه رياح كونستانت تمام، وما خدناش في اعتبارنا تأثير الارتفاع ده عامل ازاي وتأثير سطح الارض عامل ازاي. وبالتالي هيظهر معانا بعد كده واحنا بنحسب بقى الويند تمام. خلاص احنا دلوقتي كنا عاملين ايه؟ حاسبين على الويند دي تمام، اللي هي الويند ده. طيب وبالتالي انت دلوقتي عندك الويند اللي هو كان ده كويس، هو ده الويند اللي انا كنت حاسب ايه عليه. يبقى انا كنت حاسب على الويند اللي هو ده، اللي هو الكي بتاعته بكام؟ الكي بتاعته بواحد. يعني لو شديت خط مستقيم هو ده الكي او الفي اللي انا كنت حسبت عليه. يعني لو خدت الكي ده ايكوال واحد تمام وحسبت البي او الاكسترنال بريشر ده هيديني تمام الخط ده تمام. طب الجزء بقى اللي هو التدرج ده تغير الكي، ده تأثير بقى الكي. هتلاقي كل شايف انت مثلا ده ممكن توصل في مرحلة ما مع الارتفاع لضعفين القيمة، دبل القيمة، وبالتالي دبل القيمة ده معناه ان هو قيمة كبيرة. يعني انت في الاخر وده تأثيره تأثير مهم جدا، يعني مش تأثيره قليل، وبالتالي يبقى احنا ساعتها محتاجين ان احنا ايه؟ ان احنا ناخد بالنا. وبالتالي هو اصلا هو كان ده كان عامل ازاي؟ الكيرف ده كان عامل كده
بالمنظر ده. وهو ساعتها قال لك ايه، طب خلاص نيجي هنا عند كام ارتفاع وليكن ناخد، اصل احنا مش هنتعامل مع نعمل انتجريشن لشكل بارابوليك، الاسهل ايه نقسمه. يبقى احنا مثلا والله وليكن عندنا كام دور هنا، يبقى خلاص الادوار دي متعرضه للبريشر ده، والادوار ديت مثلا متعرضه كده وده، نقسمه كل قد ايه، مثلا كل في حدود كل 10 متر مثلا، 10 متر مثلا، 10 متر مثلا، وده 10 متر. خلاص يبقى ال 10 متر الاولانيين هياخدوا البريشر كذا، يبقى انا خلاص خدت القيمه افريج من القيمه اللي كانت موجوده من هنا، وفي الحته دي اخد قيمه افريج، والجزء ده مثلا كان قيمه افريج، تمام، وده قيمه افريج. خلاص يبقى انا ايه، قدرت بحلول بسيطه بدل ما اضطر اعمل انتجريشن لشكل البارابوليك بتاع الايه، الكيرف بتاع الكي. طيب احنا قلنا دلوقتي خلاص ده عرفنا ان تأثير الارتفاع ده بيزود لي الكي. طب في حاجة اسمها بقى الاكسبوجر لوكيشن او الاكسبوجر بتاع الزد نوت. يعني انت في الاخر زي ما قلنا هي انت دلوقتي هتعتبر تأثير الكي ده لما تكون مثلا مبنى بعمله زي برج بعمله زي على شط البحر زي ابراج العالمين، زي ما نعمل مثلا ايكونيك تاور مثلا في العاصمة الجديدة الإدارية الجديدة، حواليها بقى مباني وأبراج وناطحات سحاب، تمام. هل هاخد نفس الفرق أو نفس الفاكتور هستخدمه هنا هو نفسه هنا؟ قال لك لا، الرفنس بتاع التربة والرفنس بتاع الأرض وارتفاع المباني المحيطة، تمام، ده بيفرق. وبالتالي برضه هو لما بيعملوا أحيانا الويند تانل تيست ده، وإن شاء الله هنتكلم عليه في آخر محاضرات، تمام، برضه بياخد تأثير برضه المباني المحيطة. وبالتالي هو الكود راح جاي مقسم المناطق ديت لثلاث مناطق. منطقة ألف أو منطقة إيه، دي حاجة اسمها أوبن إكسبوجر، منطقة مفتوحة، هي منطقة مفتوحة ومكشوفة زي إيه، والله أنا دلوقتي عندي تانك بالمنظر ده، عندي التانك ده بالمنظر دهوت، التانك ده قريب من سطح البحر أو يعتبر على سطح البحر، مثلا بتاع تانك تصدير أو مثلا تانك ستورج مثلا، زي محطة الإسالة بتاعت إيدكو ودمياط. وعندك في مباني خدمية حواليه المباني دي، تمام. المباني دي لما أجي أصممها، أنا دلوقتي الويند جاي لي من هنا، تمام، ده الويند أهو، تمام، جاي بالويند بريشر بتاعته كاملة، تمام، مفيش حاجة بتعوقه، وبالتالي هو الكيرف ده مش هيتأثر، مش هتلاقي الكيرف ده ماشي كده 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 مثلا وبعد كده طلع كده، تمام، لا هو ماشي على طول من الصفر لغاية ما ماشي ايه، على طول عمال بيزيد. وديت المنطقة الأولى، وبالتالي أخطر منطقة في الحسابات بتاعة الكي هي منطقة A، عكس الكود الأمريكي. الكود الأمريكي لا، منطقة مثلا دي هي أكبر، هي المنطقة بتكافئ المنطقة A هنا في الكود المصري. المنطقة بقى التانية منطقة بي، هو بيسميها سب اربن اكسبوجر. المنطقة دي بقى بيقول لك زي ايه، زي لو انت عندك سمول فيليجز او مدن صغيرة او قرى، او مثلا عندك ايه دورين ثلاث ادوار، حاجة مدينة بالمنظر ده، مدينة مثلا وليكن زي مدينة الشيخ زايد مثلا، او مدن مثلا هي التجمع مثلا في المناطق السكنية، لو انت هتلاقي فيلل وبتاع هي كلها دورين وثلاث ادوار واربع ادوار مثلا. فالمنطقة دي وبالتالي بتبقى بالمنظر ده، فبالتالي لو انت هتعمل مبنى جديد في المنطقة ديت ويبقى انت ساعتها تاخد الكي بتاعة الاكسبوجر بتاعة كاتيجوري بي. طبعا تالت منطقة اللي هي منطقة جيم او سيتي سنتر اكسبوجر، حاجة كده في قلب القاهرة او وسط القاهرة، جنبيك ابراج وعماير كتيرة والكلام ده كله، خلاص يبقى انت ساعتها في جزء كبير من الويند مش هيوصل للمبنى بتاعك، نتيجة إن في مباني عالية ومرتفعة ومحيطة بالمبنى بتاعك. وبالتالي هنا نعرف إيه بقى، من هنا ملخص القصة، إن أنت الجراوند رفنس لينس ده، بالتالي عندك أخطر منطقة هي منطقة ألف، أقل منطقة هي منطقة ج، عكس الكود الأمريكي. الكود الأمريكي عكسه، هتلاقي مثلا منطقة ج أعلى من منطقة A. تعالى كده نشوف بقى في الكود المصري بتيجي الجدول ده، الجدول ده هتلاقي هنا مقسمه لك ازاي، مقسم لك هنا بيقول لك الزد ده ارتفاع عن سطح الارض. وبالتالي انت مثلا لو عندك مبنى بالمنظر ده، تمام، المبنى ده ارتفاعه اتش، تمام، هو بيقسم لك بيقول لك زد،
تمام. فبيجي يقول لك مثلا من 0 ل 10، يبقى النقطة دي 0 ل 10 متر الأولانيين، تمام، هتاخد الكي بتاعتك بواحد. هخلينا في الجدول اللي هو ألف. ألف ده اللي احنا قلنا إيه؟ أوبن إكسبوجر. تمام. بقى قال لك بعد كده من 10 ل 20 هتاخد الكي بتاعتك واحد وربع. تمام. من 20 ل 30 1.4. تمام. طيب عندك من 30 ل 50 هتاخد 1.6. طيب لغاية ما توصل كام؟ بص شايف الرقم ده؟ من 160 ل 240 2.5. يعني توصل 2.5. يعني انت لو حسبت البي بتاعت الويند تضربها في 2.5 القيمة الأخرانية دي. يعني تخيل مرتين ونص قيمة الويند بريشر، وبالتالي ده رقم خطير جدا. يعني انت بتتكلم ضعفين قيمة الويند بريشر اللي انت كنت بتحسبها، تمام، من الحسابات العادية. ليه؟ بسبب ان الويند بريشر نفسه بيزيد مع الارتفاع. طب وطبعا احنا قلنا ايه؟ خلاص يبقى انت بتيجي تقسمها، بتاخد الجزء ده كده، وبعد كده الجزء ده اكبر شوية، وبتاخد الجزء ده كده، هتلاقي التوزيع بتاعت الويند بالمنظر ده. ماشي؟ طيب تعالى ناخد منطقة ب اللي هي المنطقة المتوسطة. هتلاقي مثلا هنا لغاية 30 متر بقيمتها بواحد ثابتة. ليه بقى؟ ما احنا قلنا انت في عندك مباني محيطة، فبالتالي لغاية ال 30 متر ممكن تلاقي عندك عماير كتيرة 30 متر، فبالتالي خلاص مش الويند نفسه مش هيوصلك قوي بالمنظر ده. يعني مش هيبدأ بادئ كده، لا هيجي لغاية 30 متر يبتدي يطلع معاك بالمنظر ده، وبالتالي ساعتها تبتدي تحس من بعد بقى ال 30 بيوصل لغاية كام؟ 1.85. تمام. 85% زيادة. طيب هنا كان كام؟ بتتكلم 250%. طيب منطقة ج بقى، في الآخر أنت سيتي سنتر، يعني أنت في الآخر دلوقتي أنت في قلب العاصمة أو قلب القاهرة، منطقة مزدحمة وعندك أبراج كتير. قال لك لغاية 80 متر كان عندك بواحد. متخيل؟ يعني أنت لو أنت عندك مبنى ارتفاعه مثلا بتتكلم 60 متر 50 متر، يبقى أنت عندك الكي ساعتها بكام؟ الكي بواحد. تمام؟ طيب لغاية كام؟ لغاية مثلا بتتكلم 160 240 هتلاقي فيه 55% ايه؟ زيادة. وده الفاكتور بتاع الكي اللي احنا ايه بناخده. ساعتها طب احنا بنخش على ايه وبي وسي بيزد على ايه؟ زي ما قلنا احنا والله منطقة فاضية قريبة من البحر، ولا منطقة متوسطة وأدوار صغيرة، ولا منطقة في السيتي سنتر. وبعدها بنخش بنشوف ارتفاع المبنى قد ايه. وليكن سي مثلا عندنا ارتفاع المبنى مثلا بيتكلم مثلا في 60 متر، يبقى خلاص يبقى انا عندي التقسيمه من دي لغايه ده. تمام. لغايه هنا هناخد كام؟ من 50 ل 60. يبقى اخر حاجه فاكتور هاخده من كام؟ 1.5. هقسمه كل 10 متر مثلا، وساعتها هاخد يبقى انا هاخد من واحد لغايه كام؟ 1.5. طيب الحاجه اللي انا عايز اقولها كمان، الكي اقل رقم بكام؟ اقل رقم المينيموم بتاعه واحد، يعني ما ينفعش يقل عن واحد. تمام. يبقى انا اقل قيمه للكي عندي بكام؟ بواحد، ودي القيمه اللي هي الايه؟ الاولانيه. يعني بالتالي الكي ده بيزود لي الويند بريشر مش بيقلله، فبالتالي اقل قيمه كام؟ واحد. واعلى قيمه طبعا في قيم كبيره زي ما قلنا، على حسب في الاخر انت الاكسبوجر بتاعك فين. ممكن تبقى 250% 85% زياده 55% ايه زياده. بعد ما بنحسب الكي بقى بنروح نضربها، وزي ما قلنا بنقسم بقى المبنى عندك مثلا كل 10 متر كل 20 متر على حسب هو موجود فين. فانا ارتفاع لغايه ما نوصل للارتفاع. وقلنا احنا في الاخر هو اساسا عمل ايه؟ وعمل كده كانه انت عندك كده، فعندك ايه؟ قيمه، خد قيمه متوسطه، وهنا مثلا قيمه متوسطه. تمام. وهنا مثلا هو كان جاي كده مثلا. تمام. قيمه ايه؟ متوسطه. خد متوسط القيمه دي. تمام. متوسط القيمه وعملها لك بالمنظر ده، عشان في الاخر ايه؟ يسهل عليك حسابات الايه؟ الويند. تبقى انت في الاخر بتحسب حاجه المستطيل ده، تحسب المستطيل، يبقى انت جبت في الاريا تضربه وتجيب ايه؟ الفورسز. يبقى انت عندك البريشر اهو زي يونيفورم، تاخد البريشر تضربه في الاريا تجيب انت الايه؟ الفورسز اللي مأثره عليك، او هي يونيفورم ايه؟ بريشر. اوكي. ده شكل بقى بسيط هوضح لك اللي احنا كنا بنتكلم عليه. يعني انا دلوقتي بتكلم في ايه؟ بتكلم والله وانا لو كان عندي الويند الاساسي بالمنظر ده، تمام، كان كونستانت. الزياده بقى بتاعتي فين؟ بص احنا المفروض ده كان الكيب واحد، ده بيمثل لي الكيب واحد.
الكيب واحد اللي هو الخط الرأسي ده، الخط ده يمثل لي الكيب واحد. طيب هزود قد ايه بقى؟ قلنا اقل منطقه اللي هي سي، اللي هي السيتي سنتر، تمام. فبالتالي هتيجي تبص تلاقي لغايه مثلا لغايه 80 متر، بعد ال 80 متر يبتدي ايه عندك يزيد الكيرف كده. فده كل ده زياده في الويند ايه بريشر، طيب عن الكيب واحد. طيب بعد كده البي هتلاقي مثلا بتتكلم من اول 30 متر، بص 30 متر لغايه كده كان ايه واحد. ليه؟ قلنا في شويه مباني هنا، المباني دي مش هتوصل يعتبر، فخلاص هتاخد الكيب عندك بكام؟ بواحد. فتأثير الكيب مش هيظهر، يبتدي انت عندك بقى كل ده زياده من اول الكيب واحد لغايه هنا، ده كله زياده في الويند بريشر. متخيل؟ طب بالنسبه بقى للايه، حاجه بقى على البحر كده على طول دايركت، هتيجي تبص تلاقي اول 10 متر كده مفيش اي حاجه، بعد يعني تاثير الكيل لسه ما ظهرش، بعد كده تبص تلاقي بقى تاثيره ظهر بقى معاك بطريقه كبيره جدا. وبالتالي كل ده اللي احنا بنتكلم عليه ده زياده في الويند بريشر بتاعك. وبالتالي هتلاقي هنا مثلا ده الاكسبوجر A، ده الاكسبوجر B، ده الاكسبوجر C. ده بيبين لك قد ايه ان الفاكتور بتاع الكي ده فاكتور مهم، وازاي ان هو بيزود الويند بريشر، ومهم ان انت تاخده معاك في الاعتبار وانت بتحسب حسابات الويند، لان زي ما بقول لك كده ممكن نوصلها لفاكتور لغايه نتكلم 250 في المية. يعني انت لو جيت هنا هتلاقيه ايه 2 ونص، اللي هو ده الكي ب 2 ونص، يعني زياده 250%. وقلنا بقى ملخص القصه ديت ان احنا دلوقتي هو بيزيد مع الارتفاع طبعا، فده تاثيره بوزيتيف، يعني بيزيد مع الارتفاع مش بيقل. الحاجة التانية بيزيد مع الفلات اريا او المناطق اللي قريبة من البحر او المناطق الخالية، تمام. وبيقل لما يكون عندك في كونجستد في المدن وفي الاماكن اللي فيها مباني مرتفعة وناطحات سحاب. ده ملخص الصفحة دي، هي ملخص الكي، الكونكلوجن بتاع الكي اللي احنا اتكلمنا عليه في كود مصر. هتلاقي نفس ده موجود في بقية الأكواد التانية، سواء الكود الأمريكي سواء الكود الأوروبي، بس هتلاقي اختلاف بس إن الكود الأمريكي معتبر سي دي أعلى، هي جايبة بالعكس، تمام. يعني هتلاقي الدي أعلى، بعد كده السي، بعد كده البي، بعد كده الإي، تمام. بس ده كل الاختلاف، كل الفرق. إن شاء الله كده خلصنا الكي. المرة الجاية إن شاء الله نبتدي ناخد بقى الفاكتور بتاع السي إي عشان نقفل إن شاء الله حسابات الويند بريشر. ان شاء الله لو حد عنده استفسار او اي حاجه يتواصل معايا دايركت على الواتساب. اشوفكم ان شاء الله في المحاضره الجايه في تكمله حساب احمال الرياح، ونشرح ان شاء الله الفاكتور بتاع السي اي. وشكرا.